مكرونة بالسجق وفي حلة واحدة وهتجهز معاكوا في نص ساعة. في معلقة من السمنة شوحت نص كيلو من السجق الشرقي متقطع قطع صغيرة دي وتشويحة بس كده بسيطة، بعد كده ضفت عليه الخضار. في الكبة حطيت بصل وفلفل رومي وتوم وضربتهم مع بعض كويس، ضفتهم على السجق وقلبتهم كويس مع بعض لغاية ما كل الخضروات دي دبلت والسجق كمان استوى 3/4 تسوية. بعد كده ضفت عليهم كيس مكرونة اللي هو 400 جرام كده من غير سلق ولا أي حاجة، شوية ملح وفلفل أسود ومكعب مرقة، وقلبت كل الحاجات دي مع بعض. بعد كده ضفت عليهم عصير طماطم فريش مضروب في الخلاط ومعلقتين كبار من صلصة الطماطم مدوباهم في شوية مية عشان بس تبقى لون المكرونة غامق كده وحلو. وآخر حاجة المية المغلية لغاية ما أغطي كل كمية المكرونة والسجق. قلبت كويس وبعد كده أول ما حسيت إن هي خلاص بدأت تغلي غطيتها وسبتها على نار هادية لمدة نص ساعة بالظبط لغاية ما المكرونة تتشرب وتبقى بالمنظر التحفة ده. بجد طبق المكرونة ده كله روايح كده ونكهات تفتح النفس. أكلة لذيذة وسريعة مناسبة جدا للمستعجلين واللي بيحبوا وصفات الحلة الواحدة. هستناكوا تجربوها بطريقتي. لو عجبتكم وصفة النهاردة ما تنسوش اللايك والشير.